تعالوا نزين مع بعض الأقلام القمر دي بطريقة سهلة جدا. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة هنحتاجها 2 شريط من الفوم بالألوان اللي انتوا تحبوها. أنا اخترت اللون الأحمر والأبيض وابتديت أثبتهم فوق بعض كده، وبعد كده ألفهم حوالين بعض بالطريقة اللي واضحة دي علشان أعمل شكل البونبوني. بعد ما بعمل المقاس اللي أنا عايزاه من البونبوني ببتدي اثبته بالشمع كويس علشان ما يفكش مني ويفضل ثابت معايا. نقدر نغير في الحجم بتاعه ونقدر نوصل شرايط كمان عشان نكبر الشكل. هنبدأ بقى نعمل ورقة البونبوني، ودي هنحتاج مستطيل من الفوم الأحمر أو أي لون انتوا تحبوه بنفس لون البونبوني. وكان عندي المقص المزجزج ده، ابتديت اقص بيه الفوم وهحط شمع في نص الورقة واتنيها بالطريقة دي نصين، وبعد كده هحط شمع على الأطراف بالطريقة دي علشان ابتدي اثبتهم ويبقى شكل ورقة البونبوني بالطريقة اللي واضحة دي. عملت خطوة كمان وممكن تستغنوا عنها، ابتديت احط شمع على اطراف ورقة البونبوني بالطريقة دي، وقصيت شريط من الفوم الابيض وابتديت الفه حواليها كده بالطريقة دي هتخلي الشكل لورقة البونبوني حلو، وكمان تساعدني ان انا اعرف اثبته اكتر على البونبوني. طبعا عملت ورقتين من ورقة البونبوني وابتديت اثبت الاتنين في اتجاه واحد بالشمع بالطريقة دي. وكان عندي قلم لونه مش مناسب ابتديت اغلفه بالواشي تيب باللون الاحمر وابتديت الفه عليها بالطريقة دي علشان اغير لونه. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة. وبعد ما غلفت القلم هبتدي اشيل اي زوايد من اللزق وابريه بالطريقة دي علشان اساوي اطراف القلم. جبت بقى مستطيل من ورق الفوم بنفس اللون وابتديت الفه على القلم من فوق بالطريقة دي علشان يعمل لي اسطوانة واثبتها بالشمع علشان دي اللي هثبت عليها شكل البونبوني بتاعنا. بعد ما نشفت كويس هبتدي اطلعها لفوق كده علشان احط عليها شمع وابتدي اثبت عليها البونبوني زي ما واضح كده في الفيديو. وده بقى كده شكل القلم بعد ما خلص. حقيقي شكله جميل جدا وشيك، وممكن نعمله بألوان كتير جدا، هيبقى في كل الألوان شكله جميل وكمان هيشجع الأطفال على المذاكرة. ويلا نشوف الفكرة التانية. الفكرة التانية أمورة قوي. هنعمل قلم على شكل الفراشة القمر دي بطريقة سهلة جدا. احتاجت شريط من الفوم الأصفر وابتديت أثبته بالشمع بالطريقة اللي واضحة دي، وابتديت أثبت عليه شريط الفوم البينك هيكون مقاسه كمان أكبر من الأصفر علشان يبان إن الأصفر أصغر من البينك زي ما واضح كده. هعمل من الشكل ده 4 وحدات. ابتديت اجيب مستطيل من لون الفوم هيكون طويل شوية وابتديت الفه على القلم بالطريقة دي واثبته بالشمع علشان ابتدي اكون شكل الفراشة. بعد ما بخلص الخطوة دي هحتاج شريط من الفوم باللون البينك وابتدي ابرمه بالطريقة دي علشان اعمله دايرة كده، وابتدي اوصله على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه. انا كنت محتاجة المقاس الصغير ده، ابتديت اثبته بالشمع بالطريقة دي ودي هتبقى دماغ الفراشة. ابتديت احط شمع على الاسطوانة بالطريقة دي علشان اثبت دماغ الفراشة زي ما واضح كده في الفيديو. وبعد لما هثبتها كويس وتنشف هبتدي بقى اثبت اجنحة الفراشة اللي احنا عملناهم بالطريقة دي. هثبتهم الاتنين جنب بعض كده بالطريقة دي وهعملها بنفس الجهة. انا هنا عملت فيونكة بشريط الستان، نقدر نحط اي حاجة او اي المظات وادت شكل جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده كان شكل القلم مش مناسب خالص ومش لطيف. كان عندي الواشي تيب اللي عليه شخصيات ديزني دي وابتديت اغلف بيها القلم بالطريقة الواضحة دي علشان يبان الرسومات غير الطريقة التانية اللي عملناها في القلم اللي قبل كده. ابتديت اثبت الواشي تيب على مرتين، مرة من الجهة دي ومرة من الجهة التانية علشان يغطي معايا القلم كله. وبرضو بعد ما شلت الزوايد ابتديت ابري القلم علشان يساوي اطراف القلم من تحت. وده كده شكل القلم. هبتدي احط شكل الفراشة وبقى شكله جميل جدا وهيشجع الاطفال والكبار كمان على المذاكرة. مستنية اشوف رأيكم وتطبيقكم للافكار.